معاذ شهاب شارجي دو بروجي شي لا فيدراسيون رويال ماروكان دي جو الكترونيك. دونك اليوم كنتواجدوا في المعرض موروكو جيمين اكسبو اللي هو واحد المعرض اللي كيجمع كاع لي بارتي برونون ديال الجيمين في المغرب. كما كتشوفوا هناك الجامعه الملكيه المغربيه الالكترونيه كيتواجدوا معنا هنايا الناشرين ديال لي جو لي ديفلوبور ديال لي جو الكترونيك لي زاجونس ايفينمونسيال اللي داخلين في هاد لورغانيزاسيون ديال لي جو الكترونيك. المعرض فيه كما كتشوفوا هنايا الصال ديال ليكسبوزيسيون ديال مختلف العارضين، وهناك اون باراليل كاينين لي كومبيتيسيون كاينين في ثلاثه ديال لي جو اللي هما ليغ اوف ليجند، فيفا اي فوتبول، فيفا اف سي اي وبابجي موبايل. دونك هذه فرصه كما كيقولوا باش كاع المتدخلين في الشان ديال الاي سبور في المغرب انهم يتلاقاو ويبارطاجيو الاكسبيريونس ديالهم، وان شاء الله وهي فرصه حتى للناس اللي ما عارفينش في هذا المجال اكثر انهم يتعرفوا عليه. وكما كيشوفوا راه كان اقبال كبير لا البارح لا اليوم، والحمد لله. هذه كما قلتي سي ليميرجونس ديال الاي سبور في المغرب، وان شاء الله نطوروا من هذا المجال. المعرض كيمثل يعني مناسبه كنجيبوا الاطفال ديالنا تيطلعوا على الرياضات الالكترونيه وكتخليهم يشوفوا كل ما هو جديد بالنسبه للتكنولوجيا باي يعني الالعاب التكنولوجيه، وفرصه يعني الواحد الوليدات يلعبوا ويفوجوا شويه، وهذا الشيء اللي كاين. فاش سمعت هذه الفرصه جيت نيشان بلا ما نتردد، حيت عرفت راسي غنلقى واحد الناس اللي كلهم الانرجي عندهم طالعه وكلهم كيفكروا في المستقبل وعندهم واحد المونطاليتي اللي زوينه تاخذ المغرب قدام. وثاني حاجه خصني ندعم اي حاجه دارتها الوزاره مزيان، ما ندعموش غير في الخايب، ندعمو في المزيان، حاجه زوينه. حيت انك يعني مثلا الجيمين مابقاش كتاخذوا على انه واحد الحاجه اللي عبيطه، واش كتاخذوا على انه واحد الحاجه اللي اندستري الصناعه، وراه هي الصناعه، وانا ان شاء الله بارت من الصناعه ناخذ لنا شي 50% ما علينا. والحاجه اللي عجبتني عاوتاني وانه هي حلت المجال اي واحد يدخل، ورغم ذلك كاع الدراري اللي جاو مزيانين، التنظيم ناضي، كلشي زوين صراحه. هذه حد الحاجه اللي شو حسب لهم، حيت كيفاش بحال مثلا حليتي المجال المغرب كامل انه يدخل، صعيب انك تورغانيزي وصعيب انه يجيوك بحال هاد الناس هاد. دونك حاجه زوينه بزاف، كانيت بزاف ديال شفت بزاف ديال الفنانه وديال الناس من الدومين، كان لي واحد الكونتاكت نيشان مع بزاف ديال الناس اللي بغيت ندوي معاهم ودويت معاهم. عجبتني بزاف، واعره في بزاف اللعبات كدير بحال ماريو كارت وداك الشيء، وفي الماكله زوينه، كلشي واعره، كدير تصوري مع ماريو لويجي وداد بولو، كلشي واعره. Bienvenue au niveau de Morocco Gaming Exposition, pardon. En fait, c'est sa première édition au niveau de l'Afrique, d'une manière générale. Le but de cette exposition, c'est de rapprocher un tout petit peu tous les incubateurs ainsi que les acteurs, on va dire les mains acteurs au niveau du domaine et au niveau de l'industrie du gaming, et faire un petit lien entre tout le monde, premièrement. Deuxièmement, et l'objectif fameux par rapport à cette exposition, c'est que le Maroc, il s'apprête à faire une ville carrément et dédiée exclusivement à tout ce qui est gaming. Et ça va être le premier hub gaming sur tout le continent africain. Et bien sûr, évidemment, puisque nous sommes constructeurs on va dire, des moniteurs gaming, donc ça serait un honneur aussi d'accompagner on va dire l'État dans cette vision et de faire de cet événement une très bonne réussite. Alors, salam alaikum, معكم ابتسام aka ميسو. أنا عندي تيم اي سبورت مغربية توارق اي سبورت، وحنايا من ضمن الناس اللي مبارتيسيبين في ليفينمون. وصراحه ليفينمون هي شي حاجه اللي سابقه من النوع ديالها بريسكو. اجي ريد لاين، هو ريد لاين واحد من الكونتنت كرييترز اللي معروفين تا هما في المجال ديال الجيمنج، وكان واحد من الناس اللي شرف انهم نتلاقاو بهم صراحه، وكنتشاركوا نفس الشغف نفس الحب. والجيمنج اكسبو كان واحد التشانس، واحد الفرصه انه نتعرفوا على ناس بحالهم ونتعرفوا على ناس اللي كيشاركونا نفس الحاجه، وكتبقى ان شاء الله علاش لا يتعاودوا نفس الحاجات ويتعطونا دي زوبورتونيتي كبار، ونشوفوا دي كامباني حتى هما كيسبونسوريو وكيبينوا حتى هما باللي قادرين انهم يعاونوا ويموتيفيو الشباب باش نوصلوا لبعيد ان شاء الله.